تخيل معايا واحد الشخص حاصل على الجنسية الأمريكية وبغا يدير لم الشمل لخوه الصغير. كيكتشف بلدان العملية غادي تاخدو سنين طويلة بزاف، أحيانا حتى 14 سنة. ولكن هنا المفاجأة هي أنه دار لم الشمل الأم ديالو اللي خدات من بعد الجرين كارت اللي ما دوزاش مدة طويلة، هي اللي دات لم الشمل الابن ديالها الصغير اللي أقل من 21 سنة. وهنا القانون الأمريكي كيعطي الأولوية للوالدين والأبناء المباشرين، خصوصا إذا كانوا أقل من 21 سنة. يعني ما كاينش سقف سنوي للتأشيرات، والعملية كتكون أسرع بزاف مقارنة بالتصنيف ديال الأخ الكبير. اللي دار لم الشمل بطريقة ذكية جمع العائلة بسرعة، واللي تبع الطريقة التقليدية بقى يتسنى سنوات طويلة. هاد القصة هادي كتعلمنا درس مهم: الاستراتيجية القانونية هي اللي كتفرق بين الانتظار الطويل والنجاح السريع. النصيحة الذهبية لأي واحد باغي يدير لم الشمل في أمريكا: استفد من العلاقات المباشرة مع الوالدين، الأب ولا الأم هما الأولين باش يسهلوا لك الطريق. تعرف على الفئة القانونية ديالك قبل ما تبدا العملية. تابع التحديثات القانونية باستمرار باش تستافد من أي أولوية جديدة، وخطط مزيان قبل ما تبدا باش تجمع العائلة بأسرع مدة ممكنة. هادشي ماشي غير نصيحة، هادي راه خطة عملية لكل واحد باغي يشوف عائلته قريبة ويستافد من الأولويات القانونية. واش مستعد تجمع العائلة بطريقة ذكية وتستافد الأولويات القانونية؟